صوت فلسطين يقدم برنامجا خاص عن اليوم العالمي للإذاعة. إعداد وتقديم موفق عميرة. يصادف يوم 13 من فبراير شباط كل عام اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. هذا اليوم يوافق ذكرى انطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946. صوت فلسطين كباقي إذاعات العالم يحتفل بهذا اليوم، ولكن أردنا في هذا اليوم أن ننقل لكم مستمعي صوت فلسطين آراء المواطنين بكل مصداقية وشفافية وأمانة حول أداء إذاعة صوت فلسطين. تسمعنا صوت فلسطين؟ طبعا، خصوصا الفقرة المسائية لما بيحطوا أغاني الطرب وأم كلثوم، ويعني هديك أحلى فترة بالنسبة لإلي. طيب، أكثر الأوقات يعني مسائية. صحيح. طيب، في اليوم العالمي للإذاعة شو بتحبي تحكي؟ إنه يعطيهم العافية والله يوفقهم يكونوا أوسع ويشتغلوا أكتر ويكون في عندهم برامج ثقافية ومسرح ودراما وكل هاي الأشياء في الإذاعة نفسها. وبتمنى طبعا إنهم يستمروا في مهمتهم وعملهم في إنهم ينقلوا الصوت عبر إذاعة صوت فلسطين لأبناء شعبنا بكل دقة وموضوعية وجرأة. أنا اسمي جودات. والله بنتمنى على الإذاعة أنها تزيد من الأفكار الدينية بحيث أنها تحث الشباب حتى يرجعوا لهذا الدين. ما أنتم شايفين يعني الوضع كيف في البلد صار، بالذات يعني خاصة الشباب. يعني لو يعني أكيد إحنا الشباب نسمع في هالراديو، لو يزيدونا من الفكر الديني شوي يعني بالذات للشباب، لأنه الشباب يعني هم أهم شيء بالمجتمع، إذا صلحوا بصلحوا المجتمع. وإن شاء الله ربنا يديم عليكم الخير في الإذاعة، وكل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله. أنا من يعني أشد المعجبين بما تقدم إذاعة صوت فلسطين، يعني ببرامج متنوعة ومتعددة، وبعتقد أنها من أفضل الإذاعات موجودة في فلسطين. شو أكثر شيء بتسمع؟ يعني نهار جديد من أكثر البرامج اللي أنا بتابعها من الساعة 7:30 ل 8:30 صباحا، وبرامج أخرى فلسطين هذا الصباح اللي يقدم بيعالج قضايا الناس، بالإضافة للنشرات الإخبارية الساعة 2 والساعة 4. يعني من هذه البرامج أنا بعتقد أنها برامج كثير مهمة بتقدم المعلومات، وبعتقد من وجهة نظري أن ما يقدم إذاعة صوت فلسطين هو فعلا بطريقة مهنية، وتقدم معلومات وآراء بشكل مهني ومتوازن، بيحقق الهدف والمسؤولية المناطة بوسائل الإعلام اللي بتقدم معلومات. كل القضايا اللي مثارة في على مدار اليوم بتكون موجودة عبر إذاعة صوت فلسطين. يعني هذا جانب بتكون في الإذاعة، ولكن أنا بعتقد أنه بحاجة لموضوع أرشفة إعادة تطوير الأرشيف بضم أغاني جديدة وعرضها أو بثها عبر الإذاعة، لأن مرات الإذاعة بشعر أنها بتستخدم أرشيف قديم من الأغاني القديمة. بليل وشتي صوته مسموع، بليل وشتي صوته مسموع، يا هو غمريني يا هو دموع، اتنين عاشقين قاعدين دايبين عم يحكوا سهرة ضوي شموع، صوته مسموع بليل
عينيهن ببعضهم يديهن بردانين وشفافن عالشاق مع بعض سهرانين عينيهن ببعض يديهن بردانين وشفافن عالشاق مع بعض سهرانين ومرقي يا سنين وتلجي يا سنين ومرقي يا سنين وتلجي يا سنين خلي بواب الليل علينا مسكرين ولا يعطش حدا منا ولا يجوع. إعادة ترميم الذاكرة الوطنية هذه مسألة مهمة، ولكن المطلوب أن احنا نقدم، لأن احنا اليوم مجتمع يعني متقدم ومتطور. الجيل الشاب اليوم بينخرط في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، بحاجة أن ننتبه لشو احتياجات القطاع الشبابي ونقدم حتى الرواية الوطنية بصورة تنسجم مع تطور ورغبات الجيل الشاب في فلسطين. يعني صباحا من الساعة 7 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، سواء كنت في المركبة أو على الموبايل تاعي بستخدم، عندي خدمة الراديو بستخدمها، بحاول أنا تبقيني يعني في صورة الأحداث اللي بتعيشها الأراضي الفلسطينية. رسالتي مزيد من المهنية، مزيد من تحسين الأداء وتطويره، ورسالة أخرى أهمية أن يكون في تطوير لبرامج خاصة في الفترة المسائية. الفترة المسائية مهمة، تحاول نعالج قضايا ذات الطابع المجتمعي خاصة للأسر وللعائلات. أنا بعتقد أن هذه فرصة كثير مواتية أن احنا نصل لمنازل المواطنين ونحاول نقدم الدعم والإسناد لمعالجة قضاياهم الاجتماعية. تسمع لصوت فلسطين؟ والله بسمع له صدفة، يعني في التكاسي، وصدفة على الأخبار كمان لما كنت مشغل أخبار والمواصلات العامة. طيب شو بتسمع خاصة وانت في المواصلات العامة صوت فلسطين؟ أكتر برنامج بسمعه برنامج حل المشاكل، فلسطين صباح الخير، وأحلى صباح لصوت فلسطين. طيب في اليوم العالمي للإذاعة شو بتحب توجه رسالة؟ كل عام وهم بألف خير، وبتمنى لهم السعادة، وبتمنى صوت فلسطين يوصل للجميع ويظل مواكب الحدث. من 64 لليوم مستمرة في نقل الكلمة لكل العالم. عمر أبو مهند، يوميا وباستمرار. أكثر إشي بتسمعه؟ بنسمع النشرة الجوية، بنسمع النشرة الإخبارية، تراث فلسطين يعني تراثية، صوت فلسطين يعني وهي في أم الحدث تكون مع الحدث، وفي الحدث صوت فلسطين في الحدث ومع الحدث دائما. طيب شو بتحب تحكي في اليوم العالمي للإذاعات؟ بنشكر صوت فلسطين وبنحب نوجههم كل عام وأنتم بألف خير. أبو كايد بتسمع لصوت فلسطين؟ نعم. شو بتسمع؟ كل اشي بنسمع، أخبار وبرنامج. شو رأيك في الأداء؟ منيح، عظيم، كثير منيح. طب في اليوم العالمي للإذاعة شو بتحب تحكي؟ كل عام إذاعة فلسطين بخير. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظل سر ينضم بوجود الراديو، صوته يلحلح بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو، ما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو، الراديو والله صار، راديو فتح الابصار، راديو يفتح الاخبار، الراديو يفتح الاسرار، الراديو صوت الاحرار، الراديو ما دام ينور الافكار، ما دام يفتح الابصار، ما دام يفضح الاسرار، يعني يضر الاستعمار، يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو دا يصبحنا ودا يمسينا،
الراديو كل ما دنام يصحينا، الراديو دا يعلمنا ودا يقرينا، ما كنا نعرف شي وما هالراديو. إذا مستمعينا مستمرين معكم بسماع آراء المواطنين حول إذاعة صوت فلسطين في يوم الإذاعة العالمي. أنا فاروق المليجي. تحب تسمع لصوت فلسطين؟ طبعا، صوت فلسطين هو صوتنا. شو أكثر إشي بيعجبك في البرامج؟ بحب البرامج الناقدة في الفن، في الأدب، في السياسة، يعني البرامج اللي فيها إبداع إنه تظهر الوجه الطيب لهذا الشعب، والبرامج اللي بتنتقد الممارسات السيئة واللي مش محبوبة للناس. بسمع الصبح، بسمع في الليل، بتابع البرامج الإخبارية. طيب رسالتك في اليوم العالمي للإذاعة؟ يعني في اليوم العالمي للإذاعة بقول كلمة قصيرة: الإعلام هو فكر، هو فكر مقابل فكر. أنت ما بتقدر تهزم عدوك إذا ما قدرت تفهمه. لازم تعرف وين نقاط الضعف فيه وين نقاط القوة، تعرف كيف تواجهها. الإعلام مش ديكور وليس منظر جميل. الإعلام هو معركة متواصلة مع كل ما هو بيأثر على مصالحنا وعلى مستقبلنا. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ولو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلق في الخلق. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي انفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي انفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. رامي زكوت. صحيح بسمع إذاعة متقدمة ومهنية وتقدمت خطوات كثيرة في آخر فترة بصراحة. أكثر البرامج اللي بسمعها يعني بصراحة بسمع فقرة باقة ورد، وبسمع البرنامج المجلة الاقتصادية اللي بيقدمها الإعلامي المتميز حقيقة محمد أبو ظاهر. برامج حلوة ومميزة. برنامج أو فقرة باقة ورد بصراحة يعني أنا معجب فيه بصراحة. بحس إنه بقدم باقة ورد هي للموظفين المميزين في المؤسسات، وبشجع الموظفين على العمل وروح المبادرة والانتماء. بصراحة يعني هو صحيح إنه يعني معنوي، ولكنه بصراحة بشوف إنه بترك أثر كبير في نفوس الموظفين، وبحثهم على المبادرة والتميز والإبداع والالتزام والانضباط في العمل. يعني الفقرة الصباحية تقريبا الساعة 7:30 يعني بكون في السيارة رايح الشغل. يعني هي أكثر فترة اللي بشوف فيها إنه فرصة أسمع فيها الإذاعة. مزيد من التقدم والنجاح والتألق والمهنية بصراحة. يعني لا شك إن الإذاعة هي منصة مهمة لإيصال الرسالة للرأي العام والجمهور. بصراحة هي تتمتع بنقل الخبر والمعلومة بدقة عالية وبسرعة، وهذا تحدي أمام التقدم الهائل اللي بنشوف اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتبث معلومات مغلوطة وبدون دقة.
يعني المفروض يكون في سياسات تحكم العمل بشكل كبير، يعني إنها دور في التقدم ويكون لها دور في التنمية، بناء المجتمع، صناعة القرار الإيجابي للمجتمع. لأنه الإذاعة بصراحة بتدخل في كل بيت، لا بتستأذن صغير ولا كبير. ممكن في أي لحظة أنت تسمع الإذاعة، ممكن تكون مجبر، سواء في السيارة سواء في أي مكان أنت تسمع الإذاعة وتبث معلومات، وهي بصراحة تبث معلومات بكم هائل للناس، وممكن تصنع رأي عام وتغير مواقف كثيرة في هذا الموضوع. بعتقد أن هذا اليوم، إذا عندي فكرة بسيطة، أنا أقرت الأمم المتحدة قبل 6 سنوات تقريبا، اليونسكو أقرها قبل 6 سنوات. وكل عام وإذاعة صوت فلسطين وكل موظفيها بألف ألف خير. ما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو. الراديو والله صار راديو، فتح لك صار راديو، يفتح الأخبار الراديو، يفتح الأسرار الراديو، صوت الأحرار الراديو. ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني يضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. خميس شالش بسمع صوت فلسطين وبحب البرامج تبعتها والاغاني المميزه تبعت اذاعه فلسطين، وبتميزوا بالاغاني الوطنيه والشعبيه والفلسطينيه في المناسبات الوطنيه، بحب اسمع لها كل عام. والإذاعة الفلسطينية بخير واللي فيها كل عام وهم بخير. أبو يوسف، بحب أسمع صوت فلسطين وإحنا بنغلي بالقهوة بشارع الإرسال، البرامج الصباحية بنسجل وبحب أسمع. كل عام والإذاعة بألف خير في اليوم العالمي للإذاعة. صوت فلسطين تحب تسمع لها؟ نعم بحب أسمع البرامج المحلية والتراث والأخبار، البرامج الأثرية اللي بتعرفنا على الأماكن الدينية والتاريخية. وين الأوقات اللي بتحب تسمع فيها الإذاعة؟ بالليل مساء. طيب شو تحب تحكي في اليوم العالمي للإذاعة لإذاعة صوت فلسطين؟ شو رسالتك؟ وكلهم كل عام وانتم بخير وإلى الأمام إن شاء الله دوما. علي جفال، تحب تسمع لصوت فلسطين؟ طبعا أكيد فيها برامج مميزة طبعا، وبالذات الأغاني الوطنية، كل واحد بيشعر يعني إنه فعلا في البلد، يعني المناسبات الوطنية كمان، وكل احترام. البرامج الصباحية. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي. في يوم الإذاعة العالمي ننقل رسالة شكر وتقدير ومحبة إلى كل صوت حمل رسالة الكلمة الهادفة والصادقة عبر أثير كل إذاعة حول العالم، كان شعارها الصدق والحق والحب والعدل والسلام. تحية للإعلام الإذاعي ولكل إذاعة في العالم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. كان معكم موفق عميرة مع أطيب الأمنيات. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وأحجار حفافيك وجوه السوق عمروا. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وأحجار حفافيك وجوه جدود عمروا. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وأحجار حفافيك وجوه